بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقاء طلبة الصف السادس الابتدائي، محمد هاني وعلي عمرو وأحمد وحنين وملك وكلكم حبايبي. النهاردة هنحل بعض الامتحانات وهنراجع مراجعة سريعة كده على بعض الحاجات. أنا كنت عايزة أراجع لكم على بعض المصطلحات وبعض التعريفات. لو عايزين أعملها لكم قولوا لي. مديني الخريطة وهو بيديني نص الإجابة، بيقول لي بيئة زراعية، محافظة، منخفض، ترعة. سهلة جدا. لما يقولي بيئة زراعية يبقى دي الدلتا، وقلنا ده ايه؟ الوادي. والدلتا ليها فرعين، فرع رشيد شين شمال يبقى رشيد، وفرع ايه؟ دمياط. وقلنا ده ايه؟ الوادي. ماشي طيب. بعد كده بيقول لي محافظة أسوان. 3 منخفض. شوف مدين نص الإجابة. أقول بس كلمة منخفض الفيوم. قلنا في منخفضين هنا، في منخفض الفيوم هنا، والمنخفض بعيد عنه شوية منخفض القطارة. وقلنا منخفض الفيوم هنا في ترعة بتوصله فيه فيوم يبقى يوسف، فيه فيوم يبقى يوسف، ترعة بحر يوسف. وفي واحدة تانية ترعة الإبراهيمية بس مش متصلة بمنخفض ايه؟ الفيوم. وقلنا في ترعتين برضو هنا، ترعة ايه؟ نكتب كلمة من محمودية ونون نوبارية. 4 هنا بقول لي ترعة مين؟ ترعة المحمودية. اللي عملها مين يا أولاد؟ اللي أنشأها مين؟ المحمودية. نسبة لمين؟ لمحمد علي، خلي بالنا. يبقى ترعة ايه؟ المحمودية. ماشي. والقناطر برضو القناطر الخيرية برضو، لو قال لي قناطر هنا يبقى القناطر ايه؟ الخيرية. شفتوا الخريطة سهلة ازاي؟ ولما اقول لي ده بحر ايه؟ البحر الأحمر ليه ودنين، خليج العقبة وخليج الايه؟ السويس. دي قناة السويس، وده البحر الايه؟ المتوسط. هنا ليبيا، وتحت هنا ايه؟ السودان. طيب. بما تفسر تعاني الصناعة في مصر من عديد من المشكلات. ايه هي المشكلات اللي بتعنيها الصناعة؟ ارتفاع أسعار المواد الخام، ارتفاع مصادر وتكلفة مصادر الطاقة، انخفاض جودة ايه؟ المنتجات الصناعية، تهرب جمركي، وقلة إقبال أصحاب الرؤوس الأموال والمستثمرين على الاستثمار في التجارة. وأكتر سبب نقص الكوادر الفنية. المشكلة الكبيرة اللي بتعاني منها الصناعة نقص الكوادر الفنية، الناس المتدربين. طيب. صوب ما تحته خط. يوجد أكبر عدد من سكان البيئة الزراعية في محافظات وادي النيل. شوفوا الكلمة دي أشيلها وأحط كلمة بدلها. لا، في محافظات الإيه؟ الدلتا. في محافظات الدلتا. طيب. أدى استخدام نظام الري بالرش إلى تدهور التربة. لا، مش الري بالرش ده، الري بالرش ده بيظبط التربة. الري الدائم، الري الإيه؟ الدائم. السوق المحلية يقصد بها طلبات الدول الأخرى للمنتجات الصناعية. لا، السوق الايه؟ الخارجية. السوق الايه؟ الخارجية. تعد صناعة حلج القطن إحدى الصناعات اليدوية. لا، احنا قلنا الصناعات 3: يدوية وبسيطة وإيه؟ وحديثة. إن قلنا الإيه؟ اليدوية اللي بستخدم إيدي، بحفر خشبة هحتاج إيدي، بعمل فخار هحتاج إيدي، بعمل سجاد يدوي هحتاج إيدي. شوف، يدوي فخار وحفر وسجاد يدوي. طيب. وحفر خشب. طيب. بسيطة. الصناعات البسيطة حلج قطن، تصنيع جلود، وايه؟ حفظ فاكهة وايه؟ وخضروات. دي ايه؟ بسيطة. الصناعات الايه؟ البسيطة. فلما يقول لي طب الصناعات الحديثة سيارات، آلات، كمبيوتر، أجهزة كهربائية. يبقى تعد صناعة حلج القطن إحدى الصناعات الايه؟ البسيطة. البسيطة قطن وجلود وتغليف وتعليب الفاكهة والخضروات، دي البسيطة. طب اليدوية زي ما قلنا بستخدم ايدي، بحفر خشب على الخشب، بعمل فخار، بعمل سجاد يدوي. حديثة معروفة الحاجات، اي حاجة حديثة، الآلات والايه؟ والكمبيوتر والسيارات والأجهزة الكهربائية، مش في حاجة تلخبط. طيب. ما النتائج المترتبة على اهتمام الدولة بإنشاء المناطق الصناعية؟ يعني لما الدولة أنشأت مناطق صناعية أدى ده إلى إيه؟ أدى إلى إيه؟ إلى انفتاح على العالم الخارجي، تشجيع العرب والأجانب على الاستثمار في مجال الصناعة علشان عندنا مناطق صناعية، وفتح إيه؟ أسواق داخلية وخارجية، ومحاولة تقليل الواردات المصنعة من الخارج علشان ما استوردش حاجات كتير، فعملت عندي مناطق صناعية بتصنع لي الحاجة. طيب. هجرة السكان من الريف إلى المدينة ناتج عن كده إيه؟ مش قلنا إن فيها على أطراف المدن بدأت ظهور العشوائيات وتكدس المدن في وتكدس الايه؟ السكان في المدن. نيجي على التاريخ، يلا بسرعة. اختاري الإجابة الصحيحة. سيطرت الدولة العثمانية على بلاد الشام بعد انتصارها في معركة ديو البحرية، مرج دابق، شبرخيت الردانية. ميم شام يبقى ايه؟ مرج دابق. ميم شام يبقى مرج دابق. وقلنا شام 99.
لما يقول لي كانت امتى 99 1799. كان من سلطات مراقبة الوالي في عهد الدولة العثمانية مين؟ المماليك ولا الحمير العثمانية ولا الديوان؟ الديوان كان من سلطاته مراقبة الوالي. قرر ايه هو العلماء عزل خورشيد باشا وتولية محمد علي زعماء الشعب. طيب قارن بين ثورة القاهرة الأولى 1798 وثورة القاهرة الثانية 1800. طبعا الأولى قلنا ألف أولى يبقى إيه؟ أزهر شريف، والتانية كان حي بولاق. هنا في الأولى كان إيه؟ نابليون، والتانية كان كليبر. طيب من حيث الأسباب والنتائج أعمل جدول كده، وثورة القاهرة الأولى والثانية إيه الأسباب؟ كان أسبابها إيه؟ أسبابها إن فرض الضرائب الباهظة التي فرضها نابليون على المصريين وتفتيش البيوت وهدم المساجد وأبواب الحارات. طيب التانية كان إيه؟ الإجراءات التي اتخذها كليبر ضد أهل القاهرة، وقلنا دي مركزها إيه؟ الأولى ألف أولى يبقى الأزهر شريف، والتانية حي بولاق. قلنا دي اسبابها ايه؟ نقول تاني: الضرائب الباهظه التي فرضها نابليون على المصريين وفتش البيوت وهدم المساجد وابواب الحارات، ودي الاجراءات التي اتخذها كليبر ضد اهل ايه؟ القاهره. طيب النتائج بتاعتها، نتائج ثوره القاهره الاولى ايه؟ الاولى شرع لما كان نابليون لسه بقى جاي، شرع الفرنسيون في تحسين القاهره، فرض الغرامات الماليه على التجار والعلماء، ودي برضو ايه؟ برضو في الثانيه برضو ان بدأ ايه؟ غرامات مالية على التجار والايه؟ والعلماء، ومصادرة الايه؟ الاموال والممتلكات. التانية برضو كان من نتائجها مصادرة الاموال والايه؟ والممتلكات. يبقى قلنا الاولانية شرع الفرنسيون في تحسين القاهرة، فرض الغرامات المالية على التجار والعلماء، والغاء ديوان القاهرة، الغاء ديوان القاهرة، وعملوا ايه؟ ديوان تاني بيضم طوائف غير ايه؟ مصرية. وده كان برضو من نتائجها ان هو عمل ايه؟ ان كليبر عمل ايه؟ صادر الاموال والممتلكات، وكمان ايه؟ ضرب ايه؟ حي بولاق بالمدافع. شوفوا سهلة ازاي. يلا عشان الفيديو مبقاش اطول من كده، شكرا ومع السلامة.